عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي، وحشتوني قوي. اسفة ان النهاردة شكلي تعبان شوية، بس في نصيحة يعني عدت عليا وحبيت ان انا ما بخلش عليكم بيها. النصيحة دي ان شاء الله، او الوصية دي مش نصيحة، حاشا لله ان انا انصحكم، انتوا فيكم اللي احسن مني وفوق دماغي ان شاء الله. جايبه لكم النهارده وصيه من الوصايا اللي بتفيدنا نكسب دنيا واخره. هتنفعنا نكسب حب الناس في الدنيا ونكسب رضا ربنا سبحانه وتعالى علينا في الاخره. ايه بقى النصيحه دي عشان ما نوجعش دماغكم؟ اول حاجه، آداب زياره دخول المنزل. لما نروح نزور حد سواء ست او راجل، والكلام ده مخصص للرجاله اكتر النهارده، لما تروحوا تزوروا حد من قرايبكم او اصحابكم او معارفكم، نضرب الجرس ونبعد وناخد زاوية من البيت، من الباب، بحيث ان اللي يفتح ما يشوفناش قدامه على طول كده، لا بيبقى على جنب، يبص انت فين، اتفضل، يناديك بصوته. لربما طفل فتح من غير ما حد يكون حاسس بسرعة، ست فتحت من غير ما تكون واخده بالها ان دي مش اختها اللي جايه او صاحبتها اللي هي منتظراها. ندي فرصه لاصحاب البيت يكونوا مهيئين ان هما يفتحوا لنا، واحنا بنفتح انه واحنا على جنب هما بينادونا مين، ندي صوتنا نعرف احنا مين. برضو لربما نديها فرصه ان هي تستر نفسها او الراجل يستر نفسه، سواء ست برضو زايره صاحبتها والراجل اللي فتح. يبقى آداب الزيارة للاتنين الجنسين، نضرب الجرس وناخد ساتر على جنب ونبين صوتنا احنا مين. دي الأولى. طب التانية، نختار المكان اللي الضيف يشاور لنا عليه نقعد فيه، لأنه أضرب بيته وشايف المكان ده هيبقى مستور أهل بيته إن يعدوا أو يروحوا أو يجوا، مش هيبقى فيه جرح للي قاعد أو جرح للي أصحاب البيت. ولو قالك اتفضل وانت اللي بتختار، انت بقى صح الضيف نفسه يختار المكان اللي ما فيهوش هيجرح اصحاب البيت وهو قاعد، مش هيبقى عامل لهم توتر ان هم رايحين جايين لازم يشوفوه او هم يشوفوه. تالت حاجة، عينينا تبقى في المكان المحدد لينا، ما نبصش يمين وشمال وعينينا كده تاكل المكان اكل واحنا قاعدين. تمام، ما نقعد عينينا في خشوع وفي احترام لصاحب البيت والمكان. حتى لو صاحب البيت قام يجيب لنا حاجة او يضيفنا، نلتزم الادب، ما نبصش ده جاب كذا، لا دي الحاجة دي جديدة، لا الحاجة دي جت عليه، دي عشان خاطر ربنا، هنا الحساب مع ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة، بتشكره على حسن الضيافة، بتدعي له في وشه ربنا يزيدك من نعيمه، ربنا يكبر خاطرك زي ما جبرت خاطري، قابلتني احسن مقابلة. نشكر الضيف قبل ما نمشي، لازم نشكرهم. حتى لو شربنا كوباية مية نشكرهم حتى على فتحة الباب اللي هما فتحوه. رابع حاجة وهي الأخيرة، إن لما نطلع ما نقولش اللي احنا شفناه، اصل ده رحت لفلان وشفته جايب وعامل ومسوي. نشكر بالخير، نحكي على الخير، لكن لو حاجة شفناها وحشة يبقى ندخل البيوت عمي ونخرج من البيوت صم، ما نتكلمش على اللي شفناه. 4 حاجات والله هنكسب بيها حب الناس وهنكسب بيها رضا ربنا عننا في الدنيا وفي الآخرة. يا رب أكون فدتكم في حاجة مفيدة، يا رب أكون فدتكم بحاجة تجلب لكم حب الناس وتوسع رزقكم بالبركة والرزق والخير، ويجعل وش حلو عليكم دايما. وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم ليا وليكم، واجعلوا الله الفيديو ده في ميزان حسناتي وحسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع الف سلامة.